السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل الراعي الرسمي للشتا والدفا. هنعمل ايه؟ بليلة بقى بالمكسرات كده، حاجة تدفيكي كده انتي وولادك وبرده مغذية في نفس الوقت. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجة هنصلي على النبي طبعا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. انا معايا هنا كوباية ونص من البليلة اللي هي القمح، وغسلتها كويس خالص لحد لما المية بقت شفافة عليها. انا ما نقعتهاش خالص، انا غسلتها بس، وهبدأ احطها في الحلة اللي انا هسويها فيها. وبعد كده حطيتها في الحلة كده وزودت عليها مية، المية تكون فوق البليلة زي عقلتين او صابع كامل كمان. وهولع عليها النار لحد ما تغلي، وبعد ما تغلي تسيبيها ربع ساعة كده بتغلي على نار هادية عشان تستوي معاكي. انا خلاص بعد ما استوت اهي وفشرت كده في بعضها، طفيت النار وغطيت عليها عشان تكمل سواها مع بعضها. غطيت عليها زي 10 دقايق كده، وبعد كده شلتها من الحلة دي وهحطها في حلة اكبر شوية عشان اخد راحتي بقى. لسه هحط عليها اللبن، هضيف عليها بقى كده لتر من اللبن او اقل على حسب ما انت عايزة البليلة كتير او اللبن اكتر. اللبن عندنا اسمه لبن، في بلاد عربية تانية بيقولوا عليه حليب. وحطيت نص كوباية من السكر، انا بحب الحاجة تبقى سكرها هادي، عايزة تزودي عن كده براحتك. انا حطيت نص كوباية من السكر وحطيت ظرف من الفانيليا وقلبت. ممكن تضيفي معلقة كريم شانتيه، بس انا بصراحة عملتها يعني بالحاجات اللي عندي بس، اللي موجودة عندي بس، ما حطيتش كريم شانتيه. قلبت كده بقى عشان السكر يدوب. وبعد كده هجهز الطواجن بتاعي. ممكن تعملي حاجة كمان، ممكن تسلقي البليلة وتحطيها لوحدها في حلة واللبن لوحدها، ولما تيجي تقدمي بتسخني اللبن وتحطي بليلة في الطاجن او الطبق اللي انت هتحطيه، وبعد كده تزودي عليه اللبن خارجي كده. مش لازم تعملي البليلة واللبن مع بعض. وممكن تفرزيها كده في الفريزر في اكياس وتحطيها لوقت الحاجة. انا بقى هنا مليت الطواجن بتاعتي، وبعدين هضيف بقى اي مكسرات. عايزة تحطي زبيب وسوداني بس براحتك، عايزة تحطي تزودي حاجة موجودة عندك براحتك. انا ضفت كده زبيب، وكمان هحط جوزة الهند اللي هي بتبقى الضوافر دي، وطبعا سوداني. وكمان كان عندي شوية لوز فحطيت منهم برضو فوق الوش. مشروب جميل وبيدفي في الشتاء، هيعتبر من سلسلة المشروبات بتاعة الشتاء. وحطيت لوز كده فوق الوش، وكمان عندي من القشطة بتاعت وش اللبن هحط منها في جنب الطاجن كده، برضو هتدي طعم وحاجة مغذية طبعا جدا جدا. حطيت هنا معلقة وهنا معلقة، وخلاص كده هندوق بقى الطعم. طبعا الطعم رهيب، الطعم بجد رهيب جدا جدا، طعمها حلو ومغذية في نفس الوقت. لو وصلتي لحد هنا بقى وعجبك الفيديو، ياريت ما تنسيش اللايك والاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شوفي بقى الجمال، حلوة جدا وبتدفي. وممكن بدل ما تتعشي بالليل لا تاكلي طاجن من ده، هيبقى كويس جدا ومشبع. انا كده خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.